السلام عليكم. النهارده هنعمل مقارنة ما بين الإصدار الجديد من جي بي تي ايمج 2 من شات جي بي تي ونانو بنانا برو. هنستخدم نفس البرومبت على النموذجين، وهنشوف الصورة الأحسن من زوايا تصوير صحيحة حسب ما مكتوب في البرومبت. بالنسبة للغة العربية، هل هنشوف النموذجين هيكتبوا اللغة العربية صحيحة وجودة الصورة، وهل فعلا هي واقعية؟ طبعا أنا هنا يعتبر فاتح الشات جي بي تي والنانو بنانا، قاسم الشاشة نصين على أساس تبقى المقارنة واضحة. أنا هحط صورتي وعندي برومت جاهز. تمام. بعد كده نعمل نفس العملية في في الجيميناي. هحط صورتي وبعد كده البرومت. تمام. بعد كده نضغط انتر. هنشوف دلوقتي المقارنة. يعتبر مش نفس الوصف بالنسبة لجيميناي، مش نفس الوصف اللي كان مكتوب في البرومت. مش هو المشهد ما كانش بالطريقة دي. يعتبر شات جي بي تي أفضل، يعني نفس الوصف اللي كان في البرومت بالنسبة للشات جي بي تي. وكمان فيها حاجة بالنسبة لجيميناي في عيب موضوع الووتر مارك اللي موجود دوت، مش موجود في الشات جي بي تي. وأتوقع يعتبر لو عملنا مقارنة سريعة كده هيكون الشات جي بي تي هنا أفضل من جيميناي. هنروح عند أرينا وهنستخدم برضو نفس الحكاية اللي هو السايد باي سايد. هنستخدم نفس الصورة ونفس البرومبت ونشوف النتيجة اللي هتطلع. الجي بي تي ام اتش 2 ميديا. تمام. وبعد كده هنختار اللي هو نانو بنانا جيماي 3 برو. تمام. اخد الصورة. طب النتيجة طلعت كده، ويعتبر ده الجيميناي أفضل من أول مرة، ولكن شات جي بي تي يكسب هنا كإضاءة، زاوية تصوير. لا، أنا رأيي شات جي بي تي هنا أفضل. الإيمج 2 زاوية التصوير في الجيميناي مش حلو. ناخد نفس الصورة برضو وبرومت تاني الإعلان عن تليفون آيفون 17. هنشوف البرومت جاهز عندي وهنجربه برضو على الجي بي تي ايمج 2 وعلى الجيميناي نانو بنانا. تمام. هنشوف النتيجة عاملة ازاي. شات جي بي تي احترافي بصراحة. جي بي تي ام اتش 2 شغل محترم، حتى التصميم جميل، انما الجيميناي نانو بنانا ما اعرفش، حاسس انها حلاقة يعني. حتى البشرة يعني بلاستيك، وكانوا بيديني التليفون. يا عم انا مش عاوز التليفون يا عم انا. وحتى مش نفس الموديل، مش ايفون 17 برو يعني. لا، مش اللي يكسب هنا ايمج 2، جي بي تي ايمج 2، مش نانو بنانا بصراحة. يعني التصميم حتى مش احترافي يعني. لا. هنجرب برضو دلوقتي نفس الصورة ولكن ببرومت مختلف، ولكن هنشوف اللغة العربية في الجي بي تي ايمج 2 والجيميناي نانو بنانا. تصميم يعتبر شات جي بي تي روعة. يعني جميل كإضاءة، كتفاصيل، الصورة بالضبط نفس ما أنا كنت رافعها. لكن اللغة العربية لا. ال- الحروف، في حروف طايرة. يعني هنا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر، في الراء مش موجودة أصلا، ولكن الخط مع اللون والخلفية في منتهى الجمال. يعني احترافي
وفي تناسق يعني في الألوان، ولكن اللغة العربية لأ، مش مضبوطة للأمانة يعني. ولكن أتوقع بالنسبة للنانو بنانا لأ، هي التصميم أكيد GPT Image 2 أفضل، ولكن اللغة العربية هنا مضبوطة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لأ، يعتبر GPT كتصميم الصورة والنانو بنانا اللغة العربية، يعني مضبوطة. فهنا يكسب الاتنين، يكسبوا بصراحة يعني، ده كتصميم وده كلغة عربية. هنستخدم برضو إيه هنا، برضو نفس البرومبت، نفس الصورة، ونشوف برضو المقارنة. هنا التصميم بصراحة جميل يعني، ولكن اللغة العربية ضايعة خالص، التصميم في منتهى الجمال، ونفس الصورة يعني صورتي بالظبط، ولكن الكلام العربي لأ، دي طلاسم مش لغة عربية. هنا يعتبر التصميم ممتاز، ولكن GPT أفضل، ولكن اللغة العربية هنا تمام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الاتنين بصراحة ممتازين. وإذا وصلت معنا لغاية هنا، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي سؤال أو استفسار سيبه في الكومنتات وأنا هرد عليك. شكرا لمتابعتك، ونشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.